السلام عليكم متابعين مصر زمان. النهاردة كلامنا عن الفنان يحيى شاهين، سيد السينما المصرية، أيقونة الذكورة والوقار على مر العصور. إنه الفنان الراحل يحيى شاهين الذي ولد في 28 يوليو 1917 بجزيرة ميتا عقبة بمحافظة الجيزة. كان والده يعمل بتجارة الخيول، ورحل وهو في 10 من عمره، وهذا دفعه للعمل بجانب دراسته وتغطية نفقات أسرته. لكن ظهرت عليه معالم موهبة التمثيل مبكرا أثناء تعلمه بمدرسة عابدين الابتدائية، وترأس فريق التمثيل بالمدرسة. بعد ذلك التحق بمدرسة العباسية الصناعية ونال دبلوم الفنون التطبيقية من قسم النسيج عام 1933، وتم تعيينه في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى أن طموحه الفني ورغبته في دخول التمثيل دفعه للرحيل. اكتشفوا الفنان بشارة وكيم بعد أن طلب يحيى مقابلته، ثم علم أن الفنانة فاطمة رشدي بدأت بتكوين فرقة مسرحية جديدة، فتقدم للفرقة ونجح بالفعل في كسب ثقة فاطمة، فجعلته الفتى الأول في فرقتها، وفجأة لمع نجمه على خشبة المسرح، وقدم مسرحيات عديدة من بينها روميو وجولييت، مجنون ليلى، قبل أن يقرر التفرغ للسينما عام 1946. الظهور السينمائي الأول له جاء من خلال فيلم لو كنت غني أمام أستاذه بشارة وكيم، ثم توالت الأعمال السينمائية للفتى الأول أمام نجمات السينما المصرية. زوجة يحيى شاهين التي دمرت حياته وحرمته من أعز ما لديه. حياته الشخصية فلم تكن معروف عنها الكثير للناس، ولكنه تزوج في سن كبير من امرأة مجرية وأنجب منها طفلتين، ولكنهما لم يستطيعا العيش معا والتفاهم، فانفصل وقررت العودة لبلدها وأخذت طفلتيه معها، مما أصابه بالاكتئاب الحاد. وبعدها تزوج مرة أخرى من مشير عبد المنعم وأنجب منه ابنته داليا، وظل معا حتى توفى. رؤية غريبة ليحيى شاهين قبل وفاته بيوم واحد، أخبره أحد أصدقائه الذي لم يكن على تواصل معه كثيرا أنه رأى في المنام حيث كان يمشي في طريق، ووجد عددا كبير من الناس يتجمعون حول الشخص ويقولون إنه النبي سليمان. وعندما اقترب لرؤيته وجده يحيى شاهين، لم يستطيع فهم هذا الحلم، واقترح عليه صديقه الاتصال بالشيخ محمد متولي الشعراوي لتفسيره، الذي أخبره بأنها خير ما دام بها أحد الأنبياء. اللافت أنه في اليوم التالي توفى يحيى شاهين، توفى في 18 مارس عام 1994 عن عمر 76 عام، بعد مسيرة فنية رائعة ما زالت موجودة حتى الآن في أعماله السينمائية. رحم الله الفنان الكبير يحيى شاهين.